عارفين ايه اللي بيخلي بعض الناس تنجح وبعض الناس لأ؟ ايه اللي بيخلي بعض الناس تعرف تحقق اهدافها وطموحاتها في وقت اقل عن الناس التانية؟ ايه اللي بيخلي بعض الناس توصل لأحلام واهداف ومستويات اعلى بكتير من غيرها؟ عارفين ايه هو السبب في كل دوت؟ هو الانضباط الذاتي او الالتزام الذاتي او السيلف ديسيبلين. ايه هو الانضباط الذاتي واللي هنستفيد ايه لو حققنا او طورنا جوانا الانضباط الذاتي وبقينا منضبطين ذاتيا وملتزمين نفسيا؟ ايه الخطوات اللي نقدر نحقق بيها الانضباط الذاتي دوت؟ ده اللي هنتكلم عليه في حديث النهارده. بس قبل ما نبدا، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حديث تحفه. ولو اول مره بتشوفونا فانا اسمي سلمى حجاج ودي قناتي تحفه. وصباح او مساء الفل عليكم حسب بتسمعونا من اي بلد، والساعه دلوقتي عندكم كام؟ ما تنسوش تشاركوني الاجابه تحت في التعليقات، وشكرا على كل تعليقاتكم الجميله اللي بتكتبوها لي دايما. ودلوقتي بقى يلا بينا نبدا في موضوعنا. كنت دايما بشوف ناس بتشتغل وعندها البيزنس الخاص بيها وفعلا منضبطين ذاتيا وبيشتغلوا من غير ما حد يفرض عليهم الشغل دوت، ومن غير ما يكون في حد وراهم هو اللي بيزقهم ان هم ينفذوا المهام اللي وراهم. كان نفسي جدا ابقى زيهم. كنت عارفة ان هو دوت المفتاح اللي هيخليني استمر في الشغل بتاعي واقدر احقق فيه اللي انا عايزاه. لحد مع الوقت كده والمحاولات عرفت بعض الخطوات اللي تخليني اقدر انضبط ذاتيا، والخطوات ديت ساعدتني كتير جدا، عشان كده حابه اشاركها معاكم في حديث تحفه النهارده. بس قبل ما نقول الخطوات ديت محتاجين نعرف ايه هو اصلا الانضباط الذاتي او الالتزام الذاتي او السيلف ديسيبلين. السيلف ديسيبلين او الانضباط الذاتي ليه تعريفات كتيره جدا، بس افضل تعريف بالنسبه لي وهو تعريف بسيط جدا، وهو اننا نعمل الحاجه عشان لازم نعملها حتى لو مش عايزين نعملها او ملناش نفس نعملها. يعني نجنب خالص الحتة بتاعة المشاعر، نجنب خالص الحتة بتاعة الكسل. تخيلوا كده لو انتوا من حياتكم حذفتوا ان انتوا مش عارفين تشتغلوا عشان مودكم مش حلو، او حذفتوا ان انتوا مش عارفين تشتغلوا عشان مكسلين النهاردة، فتخيلوا حياتكم هيبقى شكلها عامل ازاي. هو ده بالظبط التعريف بتاع الانضباط الذاتي. الانضباط الذاتي مهم لان الانضباط الذاتي بيتناسب طرديا، يعني كل ما الانضباط الذاتي يزيد كل ما نسبة نجاحنا تزيد. كل ما كنا اشخاص منضبطين بنعمل الحاجة في ميعادها، بننجز المهام اللي ورانا، الكسل وتغيير المود والحالة المزاجية السيئة او الحزن او المشاعر السلبية اللي بتكون جوانا لو جنبناها خالص على جنب ونفذنا كل اللي ورانا ونفذنا المهام اللي ورانا، ده كده اسمه انضباط ذاتي. وده هيساعدنا اننا نبقى اشخاص ناجحين ونوصل لمستويات اعلى بكتير مما نتخيل. وعشان نقدر نحقق الانضباط الذاتي عندنا اكتر من خطوة. بالنسبة لي اول خطوة واهم خطوة هي اننا نحدد الحاجات اللي وقتنا بيضيع فيها. ازاي نعمل دوت؟ عن طريق ان احنا نراقب وقتنا وكل الدقايق والساعات اللي بتعدي في اليوم بتاعنا. يعني مثلا لو قررتوا ان انتوا تبداوا النهارده، وانصحكم طبعا ان انتوا تبداوا دلوقتي النهارده، فهتجيبوا ورقه وقلم او في نوت على الموبايل لو بتحبوا تدونوا حاجتكم بشكل ديجيتال او بشكل رقمي. ولو نفترض مثلا ان انتوا صحيتوا النهارده الساعه 10 الصبح، هتدونوا بقى كل ساعه ايه اللي حصل فيها او وقتكم عملتوا فيه ايه. يعني مثلا لو صحيتوا الساعة 10 فهتكتبوا من 10 ل 11 ايه اللي حصل. هل من 10 ل 11 مثلا الوقت دوت فطرنا فيه، الوقت دوت قعدنا فيه على الموبايل، الوقت دوت اتفرجنا فيه على التلفزيون. بعد كده من 11 ل 12. والافضل طبعا ان انتوا كل ساعة يعني ساعة بساعة تكتبوا، لان انتوا لو جيتوا اخر اليوم هيكون صعب جدا ان انتوا تدونوا كل اللي وراكم، واصلا في اوقات مش هتبقوا فاكرين ايه اللي حصل فيها. فهتيجوا بعد كده من 11 ل 12 تكتبوا ايه اللي حصل. هتلاقوا ان في حاجة معينة هي اللي مسيطرة على وقتكم وهي اللي مضيعة وقتكم او اللي اغلب وقتكم بيضيع فيها. الحاجة دي مثلا ممكن تكون السوشيال ميديا، ان انتوا بتقعدوا تعملوا سكرول كده على الفيسبوك وعلى انستجرام. هنا انا بتكلم على السوشيال ميديا، مش بتكلم على لو شغلكم على السوشيال ميديا. يعني لو شغلكم على السوشيال ميديا فاكيد لو ماسكين الموبايل مثلا عشان تنشروا حاجة جديدة او تتفاعلوا مع الجمهور بتاعكم او تردوا على الرسائل، دوت وقت مش ضايع. بس طبعا دوت تكتبوه في التقرير كده بتاع وقتكم بيضيع في ايه، لان دوت يتحسب ساعات عمل او يتحسب مهمة شغل بتنفذوها. لكن هنا انا بتكلم على السكرول بلا هدف، او ان انتوا قاعدين كده بتقلبوا خلاص في الموبايل مثلا، سواء على الفيسبوك او بتتفرجوا مثلا على فيديوهات يوتيوب مش مفيدة اكتر حاجة او بلا هدف زي ما بنقول، او بتقلبوا كده في انستجرام وخلاص. ممكن طبعا يكون وقتكم اغلبه ضايع على المسلسلات او ان انتوا تتفرجوا على التلفزيون. لما تعملوا بقى التقرير اليومي بتاعكم دوت وتيجوا في اخر اليوم تشوفوا اليوم ضاع في ايه، هتقدروا تحددوا اكتر حاجة بتبعدكم وبتشتتكم عن الانضباط الذاتي.
بالنسبه لي لما حددت انا وقتي بيضيع في ايه، لقيت ان جزء كبير جدا من يومي بيضيع مثلا ان انا بعمل سكرول بلا هدف على الفيسبوك، فعلى اساسه اتصرفت. على اساس الحاجه اللي بتضيع وقتكم خدوا الرياكشن او خدوا رد الفعل المناسب. حذفت الايقونه بتاعه الفيسبوك ديت من على الهوم بيج بتاعه الموبايل، خليتها جوه لان انا بالنسبه لي الفيسبوك ليه استخدامات مهمه في حياتي وساعات بحتاجه في حاجات مهمه، فصعب بالنسبه لي طبعا ان انا احذفه تماما من الموبايل. لكن حذفت الايقونه من على الهوم بيج بتاعه الموبايل بحيث ان ما يبقاش بالنسبه لي من السهل ان انا اي وقت فاضيه فيه اروح ماسكه الموبايل واقول اما اشوف الفيسبوك النهارده ايه البوستات اللي نازله جديد او ايه الحاجات اللي نازله جديد عليه، او اقلب كده بلا هدف فضيع لي شويه وقت. تاني نصيحة هتساعدكم على الانضباط الذاتي وهي ان يكون في ديدلاين او موعد نهائي. يعني لما يكون عندكم هدف مثلا انتوا عايزين فلنفترض تعملوا كورس وتنشروه على الانترنت، فلو سبتوا المهمة ديت مفتوحة، يعني قلتوا خلال 2022 انا عايز اعمل كورس وانشره، فممكن تيجوا على اخر شهر في 2022 تلاقوا نفسكم اصلا لسه انجزتوش الكورس دوت، وممكن تقعدوا طول السنة تعملوا فيه. لكن لو قلت انا عايزة خلال الشهر دوت، خلال شهر 9 او خلال شهر 10 او يوم 1/10 يكون عندي كورس جاهز ومنشور، اقول مثلا ان انا في شهر 9 هكتب المحتوى بتاع الكورس دوت، في خلال اول اسبوع منه، في الاسبوع التاني هسجل الكورس دوت نفسه، وفي الاسبوع التالت مثلا هعمل المونتاج، وفي الاسبوع الرابع هرفعه. هلاقي نفسي هبدأ احط خطوات فعلية عشان الحق الديدلاين. طول ما احنا عندنا ديدلاين او عندنا موعد نهائي لتسليم العمل دوت، الناس اللي بتشتغل اونلاين او الناس اللي بتشتغل من البيت او الفريلانسرز، الناس اللي بتشتغل بشكل حر على الانترنت، اللي من الاخر ما عندهمش مدير وهو مدير نفسه هو المسؤول عن انه ينجز الشغل، ولو ما سلمش الشغل في ميعاده محدش هيلوم عليه، محدش هيجي يكلمه يقوله فين الشغل انت ما سلمتهوش ليه. مفيش مدير فوقيه، هو والعميل بس كده فيس تو فيس، او هو والشغل اللي بيعمله سواء كان بيكسب بقى باسيف انكم مثلا، دخل سلبي، فمحتاج ان هو يعمل شغل وينجزه، ومفيش اصلا حد بيجري وراه. هو مثلا عايز يعمل كورس بس مفيش حد بيقول له فين الكورس فين الكورس فين الكورس، لا هو ما يعمل كورس ويطلقه كده تمام هو حقق الهدف بتاعه. الناس دول من اكتر الناس اللي بيعانوا انهم يلتزموا وينضبطوا ذاتيا. فلو انتوا من الناس دول، اكتر حاجه هتساعدكم ان انتوا تحطوا موعد نهائي. الموعد النهائي او الديدلاين بيديكم احساس ان في حد بيجري وراكم او حاجه بتزقكم ان انا عايزه انجز الحاجه دي دلوقتي. والموعد النهائي ده اكتبوه في اقرب حاجه قدامكم او الحاجه اللي بتبصوا فيها كل يوم. يعني لو في عندكم مثلا نتيجه متعلقه على الحيطه، اكتبوا فيها ان انا عايز اعمل الكورس الفلاني. لو في مثلا عندكم نوت على الموبايل او تو دو ليست بتبصوا فيها كل يوم، اكتبوا كل شويه البروجكت الفلاني خلص ولا لا، عشان اول ما تخلصوه تعملوا صح قدامه. من ضمن الحاجات برضو اللي لازم تحطوا لها ديدلاين او موعد نهائي، ودي ما بيخطرش على بال ناس كتير ان هي تحط لها موعد نهائي، هي المواعيد بتاعه النشر مثلا على السوشيال ميديا او على يوتيوب على انستجرام وهكذا. يعني لو انتوا عندكم قناة على اليوتيوب لازم تحددوا، لو انتوا بتنشروا مرة في الاسبوع لازم تحددوا ميعاد تنشروا فيه. يعني انا هنشر فيديو كل يوم سبت، انا هنشر فيديو كل يوم اثنين، انا هنشر فيديو كل يوم خميس، ايا كان، بس لازم يكون في يوم. لو سبتوها مفتوحة قلتوا انا هنشر فيديو كل اسبوع، هتلاقوا الاسابيع بتجري منكم وتلاقوا مثلا في الشهر كله ان انتوا ما نشرتوش غير مثلا فيديو واحد. تالت نصيحة عشان الانضباط الذاتي، وهي اننا نحاول نطور عادات صغيرة يوم ورا يوم نلتزم بيها عشان تخلينا نقدر ان احنا ننضبط في شغلنا. العادات ديت مثلا زي ايه؟ زي ان احنا نصحى في ميعاد معين، واتكلمنا في الفيديو اللي فات، هسيب لكم اللينك بتاعه فوق هنا وتحت في صندوق الوصف، عن الصحيان بدري، وعن ان انا اصلا لو عندي مشكلة زي ان انا مش لاقي وقت اشتغل فيه، او ان انا البيت اغلب الوقت بيكون دوشة فمش ببقى عارفة اركز وبتشتت كتير، فاتكلمنا عن فوائد الصحيان بدري وازاي اصلا نقدر نصحى بدري ونبقى شخص صباحي حتى لو ما كناش بنحب الصبح، وكلمتكم عن الخطوات اللي ساعدتني على كده. من ضمن العادات الصغيرة اللي تساعدكم ان انتوا تنضبطوا ذاتيا وتحققوا اكتر وتعرفوا تنجزوا اكتر في شغلكم، هي عادة ان انتوا تشتغلوا في مكان معين في البيت، ويكون وضعكم هو وضع الجلوس، يعني تبقوا قاعدين على كرسي وترابيزة، مش فارق اي ترابيزة ومش فارق اي كرسي، بس المهم ان في كرسي وترابيزة. الترابيزة دي حتى ممكن تكون رخامة المطبخ، يعني المهم ان حاجة كده مسطحة وكرسي انتوا تبقوا قاعدين عليه. تبعدوا المشتتات عنكم، زي مثلا ان يبقى الموبايل بعيد خالص وانتوا بتشتغلوا. ده من ضمن العادات اللي لازم تطوروها، ان انا اطور عندي عادة ان انا لما اكون بشتغل فانا بستخدم الحاجات بتاعة الشغل بس، والموبايل بعيد عني، مش كل ثانيتين اروح ابص اشوف النوتيفيكيشن الجديدة اللي جت ومين بعت لي رسالة بتقول ايه وهكذا. ورابع خطوة تساعدكم على الانضباط الذاتي، وهي كافئوا نفسكم.
لما تحققوا مثلا مشروع او تنجزوا مهمة كبيرة او تلاقوا مثلا نفسكم مستمرين في نشر المحتوى على يوتيوب او على انستجرام او على اي منصة انتوا بتنشروا عليها المحتوى بتاعكم فترة مثلا، وليكن مستمرين ومنضبطين بقالكم شهر او بقالكم اسبوعين، كافئوا نفسكم واحتفلوا بنفسكم واحتفلوا بالانجاز الجميل دوت. ممكن المكافأة ديت ان انتوا تنزلوا تتمشوا مثلا وتغيروا جو، ممكن ان انتوا تشتروا لنفسكم حاجة جديدة، ممكن لو الانضباط الذاتي دوت عاد عليكم بان انتوا انجزتوا اكتر في شغلكم وبعد كده كسبتوا فلوس بسبب ان انتوا انضبطتوا اصلا في شغلكم، فممكن تاخدوا مبلغ من الفلوس دوت ويبقى تجيبوا هدية حلوة لنفسكم او تشتروا حاجة كان نفسكم فيها. عن نفسي لما بنجز اللي ورايا مثلا خلال اليوم بحب ان انا انزل اتمشى، اغير جو، اشوف الشمس، خصوصا ان دلوقتي احنا بدأنا في الجو كده بتاع الخريف، والجو ده بصراحة هو المفضل بالنسبة لي، اللي هو لا الجو حر ولا الجو برد، فالمشي فيه حقيقي بيكون ممتع. ممكن كمان المكافأة تكون مثلا ان انتوا تاخدوا يوم اجازة بعد فترة شغل طويلة، واليوم دوت ما تقربوش فيه لأي حاجة مثلا ليها علاقة بالشغل، وتقعدوا كده بس مبسوطين وتعملوا الحاجات اللي بتحبوها بعيدا عن الشغل تماما. وخامس خطوة للانضباط الذاتي هي انه استمروا وما توقفوش عند اللي فات. يعني لو النهاردة خلص وانتوا حسيتوا ان انتوا ما انضبطتوش ذاتيا، حسيتوا ان في حاجات وقعت منكم، حسيتوا ان في حاجات ضيعت لكم وقتكم، خلاص اعتبروا اللي فات مات وبنتعلم منه بس، ومن بكرة بقى او من اليوم الجديد او من اللحظة اللي انا فيها دلوقتي ابدأ اشوف ايه الحاجة اللي ضيعت لي وقتي امبارح واتعلم منها وما خليهاش تضيع لي وقتي النهاردة. لان افضل انتصار الانسان يحققه هو الانتصار على نفسه. في حكمة جميلة قوي بتقول فيما معناه ان الانتصار على الذات او الانتصار على النفس هو اصعب من الانتصار على العدو. اذا قدرتوا تتحكموا في نفسكم، تعملوا الحاجة اللي لازم تعملوها عشان دي مفروض انا اعملها عشان هتفيدني قدام، او عشان دي خطوة كبيرة قوي في الشغل بتاعي، عشان دي خطوة كبيرة هتوصلني لحلم من احلامي، بدل ما اضيع وقتي في حاجة ملهاش لازمة او حاجة مش مفيدة، هو ده الانضباط الذاتي. فما تيأسوش من المحاولة واستمروا دايما. وسادس نصيحة وهي اقروا وابحثوا اكتر عن الانضباط الذاتي. ذكرنا هنا جزء او بعض من النصايح ديت، بس اكيد المواقع مليانة نصايح كتيرة جدا، لو ما لقيتوش النصيحة اللي تنفعكم هنا اكيد هتلاقوها موجودة لما تقروا وتبحثوا بنفسكم وتطبقوا حاجات وتلاقوا حاجات بتنجح معاكم وحاجات ما بتنجحش، حاجات افضل من حاجات. بس ما تنسوش لو لقيتوا نصيحة مفيدة غير اللي احنا ذكرناهم هنا في الفيديو بتاع النهاردة اكتبوها لنا تحت في التعليقات عشان كلنا نستفيد منها. وسابع نصيحة هي محدش هياخدكم على محمل الجد ويعتبر شغلكم دوت حاجة جدية غير لما انتوا اصلا تاخدوا شغلكم دوت على محمل الجد. يعني من ضمن الصعوبات اللي بتواجهنا كناس بتشتغل من البيت ان الناس مش بتكون مقدرة ان احنا فعلا بنعمل شغل حقيقي، وبالنسبة لهم احنا دايما فاضيين ونقدر نأجل اي حاجة نعملها عشان مثلا ننفذ لهم طلب من طلباتهم. فلو انتوا ما اخدتوش شغلكم دوت على محمل الجد، ما بينتوش اللي حواليكم ان انتوا فعلا قاعدين بتشتغلوا، ان انتوا مركزين في اللي وراكم، ان انتوا كل يوم بتنضبطوا في وقت معين عشان تنفذوا كل الشغل اللي وراكم، فمحدش هيقدر شغلكم دوت غير لما انتوا نفسكم تقدروه. لما تقدروا انتوا الشغل بتاعكم، لما تبذلوا فيه مجهود، لما تضحوا بحاجات زي وقتكم، زي الحاجات اللي بتحبوها، زي الحاجات اللي بتستمتعوا بيها عشان تقعدوا تشتغلوا، دوت هيعود عليكم بنتيجة. ولو الناس ما شافتش المجهود اللي انتوا بتحطوه في الشغل بتاعكم، على الاقل هيشوفوا النتيجة اللي بتعود عليكم من الشغل دوت، وساعتها هيقدروه وياخدوا شغلكم على محمل الجد، وهيقدروا ان انتوا فعلا قاعدين بتشتغلوا مش عايزين ازعاج، وان انتوا فعلا في تأثير او في عائد بيعود عليكم من شغلكم دوت، وان انتوا فعلا بتعملوا حاجة مهمة. بس كده دي كانت كل حاجة عن كلامنا عن الانضباط الذاتي. يا رب يكون الحديث بتاع النهاردة خفيف كده ولطيف على قلوبكم، ويا رب يفيدكم وتقدروا ان انتوا تنضبطوا ذاتيا في حياتكم وتحققوا كل اللي نفسكم فيه، وتنجحوا في ان انتوا تنتصروا على نفسكم اولا قبل ما تنتصروا على اي حد تاني. فلو عجبكم حديث النهارده ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان يوصلكم كل جديد. كمان تقدروا تتابعونا على المدونة فيسبوك تليجرام وانستجرام، هسيب لكم الروابط دي كلها تحت في صندوق الوصف. ودلوقتي كمان تقدروا تدعمونا بشكل مادي، الرابط برضو موجود تحت في صندوق الوصف. والى اللقاء في حديث جديد وفيديو جديد، دمتم بخير، باي باي.